شو الفرق ما بين الكنافه النابلسيه اللي متعارف عليها والكنافه الرملويه؟ احنا اليوم بوسط البلد تحديدا عند ابو صالح السردي من 1949 بيعملها. خلينا نشوف شو الفرق. اهلين، اهلا وسهلا فيك. هاي الكنافه الرملويه جوز وصنوبر وسمن بلدي. ما شاء الله اللون مختلف تماما عن اي عجينه كنافه احنا متعودين عليها، وبتستوي على راحتها على صدر النحاس. وهيك كنافتنا التراثيه الرملويه جهزت، وشوفوا ما شاء الله المنظر. وبنزيد القطر حسب الرغبه. بدنا نعرف الناس اكثر عن الكنافه الرملويه يا عم. هلا هاي الكنافه الرملويه كنافه قديمه، هاي قبل ال 48. هاي كنافه اهل فلسطين، اهل الساحل الفلسطيني بشكل عام، اهل يافا وحيفا والرمله واللد واهل غزه. لغايه الان اهل غزه بيعملوا هاي بسموها كنافه عربيه. احنا اهل الرمله بنعملها كنافه رملويه، فيها اختلافات بسيطه بس بدون جبنه، كلياتهم بدون جبنه وبتتاكل بارده. ان شاء الله بتتحرر عمو بناكلها بارض فلسطين المحرره. اهلا وسهلا، اهلا باذن وسهلا. الله. وهيك عرفنا الفرق ما بين الكنافه النابلسيه والرملويه. وانتم احكوا لي من وين اصل الكنافه.